السلام عليكم. القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة المحمدية، بالضبط في سنة 2006. واحد جوج ديال الخوت، واحد في العمر ديالو تقريبا 28 سنة، والآخر الأصغر منه في العمر ديالو ديك 22 23 سنة. هاد جوج ديال الخوت كينحدروا من واحد العائلة، ناس على قد الحال، يتيمي الأب ويتيمي الأم، عايشين مع خواتاتهم تمايا في واحد الدار. هو الأصل ديالهم ماشي من مدينة المحمدية، بل كيف قلت أنا هاد الواقعة وقعت في 2006، وما جاو تقريبا بحسب ما جا في المسطرة شي 4 سنوات أو 5 سنوات بالجو لهاديك المنطقة تما. الدراري تيخرجوا تيخدموا على راسهم، تيخدموا هنا تيخدموا هنا. وصلت واحد الوقيته اتفقوا هما هاد الجوج ديال الخوت، قالوا علاش ما نديروش شي كروسة ونبيعو نشريو عليها الخضرة أو الديسير أو كذا وكذا. بالفعل دبروا على واحد الكروسة، واحد الحمار حاشاكم. هاد الدراري ولاو تيخرجوا تيمشيو هنا تيمشيو لهاد الحي تيمشيو لهاد الحي، تيبيعوا الخضرة، يبيعوا الديسير، يبيعوا كذا يبيعوا كذا. المهم الدراري خدامين على روسهم. حتى واحد النهار تقريبا مقاد ديك 5 ونص ديال العشية، تخبروا البوليس. قالك اودي بان راه في الحي الفلاني على الطريق الرئيسية، قالك راه واحد الولد صدمته واحد السيارة ولادت بالفرار. ناس ديال الشرطة حلوا بعين المكان بعد تحديد الموقع، كيلقاو بالفعل واحد الكروسة والحمار تما واقفين في جنب الطريق. تيلقاو واحد الولد تمايا واقف على خوه تيبكي. قالك اودي هذا راه خويا، اي الولد الكبير اللي في العمر ديالو 28 سنة واللي صدماتو السيارة. الشهود اللي كانوا تما قالك اودي الطوموبيل اللي ضربت هذا الولد، ها النوع ديالها، ها اللون ديالها، كانوا فيها جوج ديال الناس، وها الماتريكي. الناس تمكنوا من انهم ياخذوا رقم لوحة السيارة. قالك اودي جايه بواحد السرعة، وصلت هنا الولد عطاه الشانطي غادي يجيب شي حاجة، صدموه وزادوا. ولكن الناس اللي كانوا تما بعيد المكان وبداو بالاحوال ديالهم كشهود، الناس ديال البوليس، قال لك اودي هاد الطوموبيل اللي ضربات هاد جوج هاد الولد هذا كانوا فيها جوج ديال الناس. قال لك اودي كانوا واقفين في المكان الفلاني، وهذا الولد هو وخوه جايين بهاد الحمار والكروسه ديالهم فاتوهم. قال لك اودي ما تكلموا معاهم ما والو. قال لك زادوا تقريبا فاتوا بواحد المسافه ديال واحد 50 متر. قال لك هذوك ديما وزادوا صدموا هذاك الولد، هذا قطع الشانطي تصدموا. بالفعل الولد تيقول ودي انا خويا كان غادي يقطع الشانطي غادي يجيب الكارو للحانوت. دار حتى صدماتو ديك الطوموبيل ومشات. شفتي شكون كان فيها؟ قال لك اودي ما شفتش مزيان، ولكن الناس قال لك اودي شفنا كانوا فيها جوج ديال الناس، الا شفتهم تعقلوا عليهم قال لك اودي شنو نعقلوا عليهم. ولكن اللي تيهمنا هو رقم لوحة السيارة، وهذه خطوة كانت مهمة جدا في هذه القضية هذه. تعطات في الحين واحد البرقية استعجالية لجميع السدود الأمنية بالمنطقة، سواء ديال الدرك الملكية والشرطة. المفاد منها أنه إيقاف السيارة أو مركبة من نوع كذا كذا ذات اللون، ذات رقم الماتريكي ديالها كذا كذا كذا، فيها جوج ديال الشبان، عطاو جميع المواصفات. ولكن مع الأسف هذيك السيارة خبر لها الآثار كأن الأرض شقته بالعجب. حتى شي نقطة من نقط التفتيش، حتى شي سد أمني، حتى شي كمين أمني ما وقفش السيارة من هذا النوع أو من هذا الفصيل أو من هذا رقم لوحة السيارة نهائيا. تم نقل الجثة لمستودع الأموات. خبرت النيابة العامة بالأمر. واش هذا حادث عرضي أم جريمة مضطرة؟ لأن الناس شهدوا بهذه الأمر. هذه نقطة مهمة ونوقفوا عند الحد ديالها. الناس قال لك اودي هاد الجوج ديال الشبان كانوا واقفين بالطوموبيل في البلاصة الفلانية في ملتقى الطرق الفلاني. قال لك هاد الناس هاد جوج ديال الشبان هاد جوج اخوت جايين في الطريق، وصلوا حدا الطوموبيل وفاتوا تقريبا واحد المسافة ديال 50 متر وتعقبوهم، والولد جاي قاطع الشانطي وضربوه. واش هاد الناس كانوا واقفين تما كيتسناو شي حد وهزوه، ولقيت اللي زادوا قدام وقطعوه لأن الولد تيقول لك اودي خويا أنا حتى بغا يقطع الشانطي يضربوه في وسط الطريق الرئيسية. قال لك غادي يجيب الكارو. ولكن هاد الناس علاش ما وقفوش والله اعلم. الاول تيقول ودي راه ما كنعرف حتى شي حد من عائلتنا عنده شي نوع ديال السياره، ولا خويا عنده شي مشكل مع شي حد او كذا او كذا.
ولكن الولد في ديك الحالة مصدوم مقدرش يدلي بالأقوال ديالو. نزيد واحد القضية نشير ليها، تما في هذيك الطريق الرئيسية وفي هذاك المكان اللي وقعت فيه حادثة سير، كانوا دوك العمال ديال الطريق اللي تيصايبوا دوك الروكارات ديال الماء، تيصايبوا واحد الروكار تيديروا ليه داك الحوج ديالو. قال لك اودي راه دخل في شي ماتريال ديالو تمايا، واحد البرميل صغير ديال الحديد، شي امور ديالهم هما، قال لك اودي راه ضربها وزاد. حتى دوك الناس شاهدوا، قال لك اودي الشاهد شفنا الحادثة تصير. واخا تم نقل كيف قلت الجثة لمستودع الأموات، تخبرت النيابة العامة بالأمر. هذاك الولد قالوا له ودي اتصل بشي حد من العائلة ديالك ولحقوا علينا دابا الكوميسارية الفلانية. هنا شنو غادي يوقع؟ الوقيته اللي البوليس رجعوا أي داروا المعاينة ديالهم في أي المكان، مع الأسف ما لقاوش شي حاجة اللي هي ربما طاحت من السيارة باشوك أو كذا وكذا. مع الأسف تيلقاو واحد جوج ديال الناس، جوج ديال الشبان، قال لك اودي جي بغينا نديكلاريو راه سقط لينا واحد السيارة. هاد الولد اللي جا تيديكلاري جا هو وولد خالو. قال لك اودي انا تسلفت من عند ولد خالي الطوموبيل، كنت جالس انا وياه في المقهى الفلانية. ايوا قال لك خديت من عنده الطوموبيل، قلت له راه غادي نمشي للدار نقضي شي حاجة ونرجع. قال لك فإذا به تنوصل للدار ديالنا، تنطلع لما تنقضي داك الشغال وتنهبط تلقى السيارة ما كايناش. قلبت انا وقلبت انا ما لقيتش. ايوا كونتاكت عندك؟ قال لك عندي. منين تسرق؟ قال لك من قدام الدار منين تسرقت لي الطوموبيل. كي داير هاد الطوموبيل؟ قال لك اودي راه من نوع كذا كذا، ذات اللون كذا كذا، وواحد تحت رقم لوحة السيارة. هنا كانت واحد المفاجأة وصدمة في نفس الوقت. الرقم ديال السيارة اللي عطاه هاد الولد اللي دلا بيه، قال لك اودي راه السيارة اللي تسرقت لينا ها الماتريكيل ديالها، ها اللون ديالها، النوع ديالها، هي تماما النوع ديال السيارة ورقم الماتريكيل اللي صدمات هذاك الولد في واحد الدار. قال وين متى تسرقت هاد السيارة؟ قال لك اودي غير دابا ماشي بزاف. فين تسكن انت؟ قال لك انا تنسكن في الحي الفلاني. واش نشير لواحد النقطة، هاد الحي اللي تيسكن فيه هاد الولد بعيد على ديك المنطقة اللي تقتل فيها هذاك الخضار تقريبا واحد المسافة ديال واحد 3 ولا 2 كيلومتر، 2500 متر. كاينة مسافة، وتقريبا تيقولوا بالديع ماشي بزاف، دابا تقريبا واحد الساعة ديال الوقت. إذا تسرقات له الطوموبيل، هادو اللي سرقوا عليه داروا به حادثة سير وضربوا هذاك الولد. واخا هادوك الشهود اللي كانوا حاضرين بعين المكان جابوهم تما للكوميسارية، قال لهم ودي شوف غادي ندخلكم وغادي عقلتوا على الناس اللي كانوا في السيارة اللي سمات هذاك الولد. قال لك قال لهم ودي راه غادي نوريكم واحد جوج ديال الشبان وقولوا لنا واش هما اللي كانوا سايقين الطوموبيل ولا لا. قال لك ودي مرحبا. دخلوهم تمايا، دخلوهم واحد واحد تيشوفوا هذوك الولاد بطبيعة الحال من هذيك الغرفة اللي فيها زاج شفاف، أي أن المعنيين بالأمر ما تيشوفوا الشهود، والشهود كيتمكنوا أنهم يشوفوا المعنيين بالأمر. اللي تيدخل تيقول لك اودي هذا الولد راه هو اللي كان سايق، أي الولد اللي تسلف الطوموبيل. وهذا كان معاه؟ قال لك لا ما كانش معاه، ماشي هو اللي كان معاه. تيدخلوا الثاني حتى هو نفس الشيء، تيقول لك اودي هذا كان سايق، هو هذا الولد كان معاه؟ قال لك لا. تيدخلوا الثالث وبزاف الناس قال لك اودي هذا هو اللي كان سايق، ولكن الولد اللي كان معاه أي مول الطوموبيل الأصلي والخال هذا الولد هذا ما كانش. شاهدوا الناس قال لك لا ما كانش معاه. وقالوا لي دابا انت هاد السيارة تتولد تسرقات لك من قدام باب ديال الدار، شنو مشيتي انت دير للدار؟ وقال لك اودي مشيت قضيت شي حاجة ديال بيولوجية، حاجة خاصة بيا، ورجعت للدار. في لقب وقتو جالسين فيها، قال لك كنا جالسين في المقهى الفلانية، أي المقهى اللي خرج منها الولد وخدا السيارة وجا للدار ديالو كاينة تقريبا واحد المسافة ديال 200 متر هكاك. وهذاك ولد خالو قال لك اودي أنا هاد السيد هذا راه ولد عمتي، كنت جالس أنا وهو في المقهى وقال لي عطيني السيارة غادي نمشي للدار راني غادي نقضي شي غرض تما. وتيقول هذه نقطة مهمة، قال لك اودي جا اتصال، قال لك راه عيط لي شي حد وقال لي عطيني الطوموبيل عطيتو الكونطاك ديال السيارة. ولكن الولد ما قالش هاد الهضرة، ما قالش اودي راه اتصل بيا شي حد، قال أنا مشيت نقضي حاجة بيولوجية في الدار ديالنا. الولد قالوا لي شوف العرض ديالك شحال ديال الوقت قضيتيه في الدار وهبطتي؟ هو قال لك تقريبا واحد ربع ساعة هكاك. ربع ساعة سرقات فيها السيارة ديالك. قالوا لي ودي غادي نمشيو معاك. البوليس ما بغاوش يقولوا لي ودي انت راه درتي واحد حادثة سير وراه انت اللي كنتي سايق، وعاش الشهود راه شافوك. قالوا لا غنمشيو معاه خطوة بخطوة.
مشاو معاه للدار ديالهم. الأم ديالو قالت لك أودي بالفعل ولدي راه جا للدار هنايا. إيوا طلع للدار قالت لك لا، جاب الطوموبيل ديال ولد خالو. واخا باش نمشي لواحد النقطة، الولد بعد ما خرجوا وجاو معاه البوليس للدار ديالهم، هذاك اللي عطاه الطوموبيل أي ولد خالو بقى تمايا. جي بحثوا مع البوليس وقال لك أودي ولد خالي راه عنده الموطور ديالو. وأنا تفاجأت، ما رديتش البال حتى من بعد. ملي قال لي راه الطوموبيل تسخات بالك بدات يدخلني الشك. قلت دابا أنا ولد خالي مشى بسرعة ورجع عندي، والوقيته اللي بغا يتسلف من عندي أنا الطوموبيل هو راه عنده الموطور، علاش ما مشاش على الموطور ديالو؟ الموطور ديال فين خلاه؟ قال لك راه خلاه عند القهوة، راه هو اللي جينا عليه، ها هو باقي قدام الكوميسارية هنايا. قال لك رجع عندي وقال لي ودي راه اللي فين راه شي وحدين سرقوا لي الطوموبيل. ولكن الولد تيقول ودي أنا ما شفتش شكون اللي سرق لي، أنا كنت في الدار. الأم ديالو الأب ديالو قال لك ودي لا، الولد ما طلعش للدار، غير جا وهز معاه ولد فلان، واحد السيد أنفاس مع الدار ديالو جارهم. قال لك ومشى هو وياه، فين مشى وقال لك ما عرفتش. حتى واحد الأخ ديالو صغير تقريبا في العمر ديالو ديك 16 ولا 17 عام، قال لك خويا رجع كوقف الطوموبيل وكيكلاكسوني على ولد فلان أي ولد الجيران ديالهم، وهبط ركب هو وياه. واخا هذاك الولد أي أحد ضحية عاودو سمعوا ليه البوليس بعد ما تهدن. جاو الخواتات ديالو، جاو واحد جوج ديال الخواتات والأزواج ديالهم. الولد تيقول ودي حنا ما عندنا عداوة مع حتى شي حد، حنا ما عندنا مشكل مع حتى شي حد، وكيعتبروا بيمنيا بأن هذا الحادث اللي وقع هو حادث عرضي، ماشي جريمة مصمم لها. قالوا لي مودي غندخل لكم واحد الولد غادي نشوفوه، قول لنا واش تعرفوه ولا بينكم بينو شي علاقة ولا شي عداوة ولا شي. قال لك واخا، وبالفعل دخلوه. بطبيعة الحال من هذيك الغرفة اللي في هذاك النافذة فيها الزجاج شفاف، عين انت تشوف المعني بالامر المعني بالامر، ما عرفتش يتعرفش عليك ما تيشوفكش. الولد اي الاحد ديال الضحيه قال لك اودي لا ما تنعرفوش، واش هذا هو اللي ضرب خوك كي راكب الطوموبيل؟ قال لك ما شفتش، انا ما شفتش هذوك الناس، هذوك الجوج اللي كانوا راكبين في الطوموبيل ما شفتهمش، ضربوا خويا وزيرو. هذوك هذوك الخواتات ديالو تا هما قال لك اودي هذا الولد ما تنعرفوش، ما عمرنا شفناه. اذا ما كاينش شي علاقه اللي كتربط هذا الولد هذا اللي تسلف الطوموبيل بالضحيه نهائيا. ولكن البوليس واجهوا هذاك الولد بالام ديالو، قالوا لي اودي اسمع الام ديالك والاب ديالك شنو يقولوا، انت قلتي طلعتي للدار قضيتي شي حاجه بيولوجيه. قال لك اسمع والديك اش يقولوا. وصرحوا قالوا لي ودي ما طلعتيش، حنا صرحنا للبوليس هادشي اللي عطا. قلنا لهم ودي جيتي وبقيتي واقف في الطوموبيل، وهذاك الاخ اللي صغر منه تقريبا في العمر ديالو شي 17 عام قال لك خويا جا بقى تيكلاكسوني على فلان والجيران ديالو، وزاد ركب معاه وزادوا جابوا هذاك الولد ولد الجيران حتى هو جاوب ولد خالو اللي قال لك ودي ولد عمتي هذا من عندي الطوموبيل رغم انه هو عنده الموطور. وهادو اللي غادي يسرقوا لك الطوموبيل بلا كونتاكت ومن قدام الدار وهذاك حي شعبي. وحاولوا البوليس يوسعوا شي دائرة البحث، سولونا وسولونا رغم أن الشهود تعرفوا راه قال لك هو هذا اللي كان صايب، ولكن من أجل توسيع دائرة البحث خصهم يبحثوا. ربما كاين شي شابه، ربما يمكن، ولكن استنفذت جميع الوسائل ديال المواجهة، وهذه الأمور كلها كانت كفيلة أن الولد يعترف. الولد تواجه بهذا الشيء هذا كامل، واجهوا بهذوك الناس الشهود اللي قال لك ودي هذا هو الولد اللي كان صايد، وجابوا هذاك هو الجيران ديالهم وتعرفوا عليه الشهود قال لك هذا هو اللي كان راكب حداه. متأكدين؟ قال لك ودي حنا متأكدين وماشي شاهد واحد وشهود ناس كثار. قال الطوموبيل كانت واقفة بعدا في المنطقة الفلانية فيها جوج ديال الناس، وبعد ما زادوا هادو قدامهم تحركوا تما تعاقبوهم ضربوا الولد ولا دابا الفرار. الولد اضطر يعترف لهم، قال لهم ودي انا عمرك ما خفت عليا، بالفعل انا اللي ضربت هذاك الولد، انا اللي صدمته. هو فين الطوموبيل؟ وقال لك الطوموبيل راه حطيناه في المنطقة الفلانية. ولد خالك معاك فهادشي؟ قال لك لا، ولد خالي ما فهم والو والو، حنا غادي نعرفوا علاش هو مشى تيخدي الطوموبيل وجاو تيدي يطلع. ولكن السؤال اللي يتطرح، واش هذا الولد هذا عنده شي علاقة بالضحية؟ واش هذه جريمة مدبرة أو لا حادث سير عرضي جا عفوي؟ الولد قال لك لا ماشي حادث عرضي، قال لك أنا تعمدت نضرب هذاك الولد. فين تتعرف فيه؟ شنو بينك وبينه؟ وهذا الشيء اللي غادي يصرح به في المحضر ديالو كان صادم.
قال لك أودي أنا بالفعل كنت جالس أنا وولد خالي في المقهى الفلاني، أنا عندي الموطور ديالي وولد خالي عنده الطوموبيل. إيوا قال لك في واحد اللحظة جاني واحد الاتصال، شكون اللي اتصل بك؟ قال لك ولد الجيران ديالنا. وبالفعل ولد خالو كيف لنا صراح البوليس، قال لك أودي ولد عمتي جا في اتصال هاتفي وقال لي عطيني الطوموبيل، عطيتو الطوموبيل، ما قالش أنا غادي نمشي للدار ولا أنا غادي نقضي حاجة أو كذا، لا ما قالش هاد الهضرة. دونك أنا اللي شفت اتصل بي شحال كان تيهضر معاه في التليفون قال لي أنا جاي دابا. الأول تيقول ودي أنا لما خديت الطوموبيل من عند ولد خالي مشيت حتى الدار ديالنا وبالفعل كلاكسونيت على واحد الدري هو الجيران ديالنا وهبط عندي، قال لك لأنه هو اللي اتصل بيا. اشنو قال لي لما اتصل بيه؟ قال لي هو فلان فين كنت دابا؟ قال لي ودي انا راه في القهوه. قال لي انا قهوه؟ قال لي القهوه الفلانيه. وقال لي عرفتي اش غادي دير؟ قال لي غادي تجي دابا، قال لي راه وقع واحد الكارثه، قال لي راه الاب ديالك هو والام ديالك قال لهم راه داز واحد الخضار من هنا وهما هبطوا بغاو يتقداو من عنده، وقال لي راه تا عبر ليهم، عبر ليهم من هنا ومن هنا ومن هنا، وفي الاخر ما تفاهموش معاه على الثمن وخلاو ليه السلعه ديالو، وهو بدا تيلوح ليه في الهضره، قال لي راه بدا تيسب فيهم. قال لي اش كتقول؟ قال لي كنهضر معاك. قال لي فين هاد الخضار؟ قال لي راه يلاه بغا يجي يتحرك لي دابا. قال لي راه معاه واحد خينا راه عندهم واحد الكروسه وحمار. قال لي انا جاي دابا. الولد خدا الطوموبيل من عند ولد خالو وجا تما، قال لي وريني فين كاين فين منين دازوا هاد الجوج. الوقيته اللي هما ركبوا على الطوموبيل بداو تيدوزو من هنا من هاد الاحياء من هاد الشارع من هنا من هنا، ما لقاوش هذاك الدري، ما لقاوش الضحيه هو خوه ديالهم الكروسه. قلبونا قلبونا ولكن مع الاسف ما لقاوش، تقريبا شي ساعه وما تيقلبوا، حتى في واحد اللحظة خرجوا للطريق الرئيسية بعدوا على الدار ديالهم تقريبا واحد جوج ونص كيلومتر، 2500 متر، عاد لقاو هذاك الولد. قال لي عرفتي اش غدير؟ شوف شي الكروسة. قال لي راه هذاك اللي يدير الطاقية. قال لي واش هذاك ولا اللي صغير؟ قال لي لا هذاك. قال لي هذاك وليد تساب مع الوالد ديالك وبدا يتزايد معاه في الهضرة. قال لي ولا عليك. بقاو واقفين تما الولد مجموعين عليه شي ناس اي واحد الدار تيتقداو من عنده تما، خرج من هذاك الحي وشد الطريق الرئيسية، غتعقبوه هنايا غادي بشوية باغيين يوقفوا عليه، هو تيقول ودي انا ما كنتش ناوي غادي نصدمو في الطوموبيل، ناوي غادي نوقف وغنتفاهم معاه وكذا وكذا وكذا. ولكن الوقيته اللي بان لي بان الولد غادي يقاطع الشانطي حسب ما صرح الاخ ديال الضحيه خويا، غادي يجيو يقرروا من الساكا، غيقطع الشانطي كاين الساكا تما. قال لك اودي انا اكسيليريت وضربته وزدنا في حالنا. فين الطوموبيل؟ قال لك حطينا في المنطقه الفلانيه. علاش هو مشى حط الطوموبيل تما؟ لان الطوموبيل تعرضت للضغوطات من جهه الكابو من جهه البارشوك. هو ما خصوش يجي عند ولد خالو ويقول لي هاك الطوموبيل راني درت بها حادثه سير، لا، خصو يقولوا بلا الطوموبيل ما تلقاتش وبلا راه سرقوها، واللي سرقوها راه يمكن هما هذوك اللي ضربوا هذوك الناس. المهم الولد بغى يخرج راسو من باب واسع وبغى يحرج راسو كالشعره من العجينه كيف كنقولوا. ولكن الشهود كانوا له بمرصاد، الشهود خداو الماتريكل وتعرفوا عليه هو وتعرفوا على حتى الولد اللي كان معاه. كانت هذه التصريحات وديال الاخو اللي تضمن المحضر الرسمي ديالو صاحبو حتى هو قال لك اودي بالفعل انا شفت با فلان اي بات هذا الولد والام ديالو تيتقدم من عند هذاك الخضار وبقى تيتزايد معاهم في الهضره ما تفهموش معاه، بقى تيلوح لي من الهضره تينقول عليهم. وهو قال لك انا اتصلت به لانه صاحبي قلت لي راه واحد خينا راه تهجم على الوالد ديالك وكذا وكذا وكذا. تقدموا هاد الجوج هادو للعداله بشحال غادي يتحكموا؟ غيتحكموا ب20 سنه. هذاك الولد اللي ضرب اللي كان صايب تحكم ب20 سنه، والاخر اللي كان معاه تحكم ب15 سنه. 15 سنة لأنها تعتبرت جريمة مضبّر مع سوق الإصرار والترصد. بقيتو واقفين بالطوموبيل حتى بان لكم الولد دايز عاد صدمتوه، رغم أنهم هما قالوا في الأقوال ديالهم حنا كنا باغيين نوقفوا الطوموبيل وننزلوا عنده ونتفاهموا معاه ويكون ضربوا تبادلوا الضرب وكذا وكذا. ولكن لا، هاد الكلام غير يخلي عنده. مادام ضربتي الولد ومادام قلتي بلي لما بان لي الولد قاطع الشانطي اكسليريتو وضرب وصدمتو، إذا ديال القتل العمد. تحكم هو وصاحبه كيف قلت هذاك ب20 سنة وذاك ب15 سنة. ولكن مع الأسف ما عرفتش أنا على أي أساس هاد الأول غادي يتحكم ب20 سنة، رغم أنه كانت محاولة ديال الاستئناف واش ينقصوا ليه واش يزيدوه، ولكن ما عنديش الحكم النهائي ديال هاد القضية هادي. شنو هو استفاد المتابعين؟